إن يوم الأحد إن شاء الله نحتفل بأحد الشعنين، وده كلمة شعنين جاية من كلمة هوشعنا العبرية يعني خلصنا. وبني إسرائيل لما جه السيد المسيح يدخل أورشليم احتفلوا بيه وقالوا له كلمة هوشعنا، كانوا متصورين إن المسيح داخل أورشليم كملك هيملك ويخلصهم من حكم الدولة الرومانية. لكن طبعا المسيح مملكته مملكة سماوية مش مملكة أرضية. هو نفسه قال كده إن مملكتي ليست من هذا العالم. فالمسيح ما كانش بيدور على ملك أرضي. حتى هم لما جم اليهود في وقت من الأوقات طلبوا إن هم يعملوه ملك على اعتبار إن هو من نسل داوود، المسيح رفض وقال لهم إن مملكتي ليست من هذا العالم وهرب وسابهم. المسيح دخل أورشليم راكب على أتان بجحش ابن أتان عشان تتم نبوة زكريا النبي اللي قال لا تخافي يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. كانوا بيدخلوا الحملان اللي هيقدموها للذبح في عيد الفصح في اليوم العاشر اللي هو اليوم اللي السيد المسيح دخل فيه أورشليم، وتفضل موجودة تحت الحفظ لحد اليوم ال14 اللي بيقدموا فيه خروف الفصح. فلأن السيد المسيح هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم، فهو دخل في اليوم ده، دخل في نفس الميعاد اللي بيقدموا فيه دخلوا فيه الحملان عشان يقدم نفسه ذبيحة عن خلاص العالم. دخل بموقف كبير عشان الناس كلها تعرف ان هو دخل، عشان يتحدد، لأن ربنا قال لهم ان هو هيدخل في اليوم العاشر، فعشان الناس كلها تعرف ان هو دخل في اليوم ده، دخل بموقف كبير. حتى رؤساء الكهنة نفسهم اتغاظوا لما لقوا الأولاد قاعدين يقولوا وصلنا أو شعنا أو خلصنا مباركة مملكة أبينا داوود الآتية باسم الرب. قالوا له سكت دول عشان ما يقولوش الكلام ده، فقال لهم إن سكت هؤلاء نطقت الحجارة. عشان كده احنا بنحتفل واحنا في بداية أسبوع الآلام بنحتفل بدخول المسيح لأورشليم، اللي هو اليوم اللي هيبدأ أو يعني بداية الأسبوع اللي كان في نهايته يوم الجمعة اللي السيد المسيح اتصلب فيه على الصليب، وبنحتفل بعد كده بعيد القيامة الحد اللي جاي إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. علاقة الساعة في إيه؟ نعم؟ الساعة في علاقة الساعة. ما هم لما دخلوا لما المسيح كان داخل الناس كانوا عايزين يحتفلوا بيه، فدخلوا ما لقوش حاجة يقدموها له غير إن هم يقطعوا من سعف النخل وياخدوا أغصان الزيتون. غصن الزيتون بيرمز للسلام، يعني تفتكر أيام فلك نوح كده لما جت الحمامة وقت المساء جت غصن زيتون ودخلته لنوح في الفلك، ده كان معناه إن حصل سلام على الأرض وإن الأرض خلاص نشفت وبدأت ترجع تاني الحياة لطبيعتها تاني. القديس يوحنا الإنجيلي شاف في سفر الرؤيا إن الشهداء معاهم سعف نخل، وسعف النخل ده بيرمز للانتصار، فعشان كده هم ماسكين سعف النخل ده معناه إن المسيح داخل ملك منتصر، داخل في أورشليم منتصر يعني. طبعا منتصر مش على الرومان، منتصر على الشر وعلى الخطية، لأن المسيح مملكته ما هيش مملكة أرضية. صوت طيبين.